اسرائيل بتكمل نقل طياراتها خارج الكيان. كانت فقط طيارة نتنياهو هي اللي تم نقلها بالأمس أو أعلن عن كده. إسرائيل تواصل نقل طائراتها خارج الكيان. كمان إيران النهاردة ضربت قبرص مش طبعا قبرص الشمالية، مش قبرص التركية. ضربت مقر القوات الأمريكية في قبرص. التأكيدات النهاردة إيرانية إنه الاستهدافات للقواعد الأمريكية في المنطقة العربية ومقر إقامات الضباط والجنود، عشان كده طلع التحذير بالأمس. كده الكيان بس عشان يعرف. في النهارده واشنطن بوست سربت تقرير، انا حقيقه مش قادر يعني اعتبره من الغباء الشديد اذا صدق ذلك التقرير. دي لقطات من تشييع او بعد اعلان ايران النهارده مقتل خامنئي. دي اجتمع عشرات الالاف. دي لقطات من النهارده وداعهم ليه. تجمع عشرات الالاف من الايرانيين في وداع المرشد العام. الرجل حقيقه يعني كل الناس منذ بدايه الطوفان، شوف، لا يوجد، والله الواحد بيقولها بكل حسره، لا يوجد احد في مأمن في المنطقه الا الخونه. فهمها زي ما تفهمها. عايز اقول لحضرتك كده ايران، كده اسرائيل بعد تطبيع المغرب واتفاقية عسكرية قوية لسنة 2026 بتقترب من عندها كنترول على مضيق جبل طارق. ارض الصومال اللي اعترفت بها اسرائيل عشان تقترب من باب المندب. اثيوبيا، الاقتراب الشديد مع اثيوبيا عشان السيطره على مياه النيل. انا بوريك الكومبينه اللي معموله علينا. سبحان الله، قبل القصف 24 ساعه كانت المقدمه ان تلك الامه، هتلاقوها على كل وسائل التواصل، ستحاصر كيوم الاحزاب، وان ربنا وصف لنا ذلك المشهد بدقه شديده في يوم الاحزاب. وصف لنا الثلاث فئات اللي هنواجههم من المسلمين اللي موجودين بيننا، المنافقين والمثبطين والهاربين والفارين. الثلاثه وصفهم بدقه شديده جدا. واللي كان الصوره في غزه صوره مصغره. هتقول لي ايه ده؟ غزه كانت صوره مصغره؟ غزه صوره مصغره من الحصار الذي نحن فيه. اذا اثيوبيا كده الكيان مضيق جبل طارق عن طريق المغرب. ارض الصومال بيقترب من باب المندب. اثيوبيا عشان السيطره على مياه النيل. الامارات بتقربها، والنهارده بيحاربوا ايران عشان مضيق هرمز. جبل الشيخ بقى بتاعهم مياه الاردن وسوريا ولبنان. يتبقى مضيق البوسفور. الدور الامه يعني. نتنياهو قبل الضرب قال لك احنا بنكون حلف اقليمي وعالمي لتطويق الحلف السني والشيعي اللي موجود في المنطقه، بمنتهى الصراحه جدا جدا. عشان كده ايه اللي فتح الكلام ده؟ ما تهتش منكم ولا حاجه. واشنطن بوست، المقاله اللي كتبتها واشنطن بوست مقاله خطيره جدا. انا اذا صدقت بحكمها او بصفها بالغباء الشديد جدا. بيقول لك ان السعوديين ومحمد بن سلمان وخالد بن سلمان على عكس المعلن كانوا بيحثوا امريكا زي الكيان بالضبط على الخلاص من ايران بشكل كبير جدا. وحقيقه يعني هذا المشهد اذا صدق، ليه اذا صدق؟ وارد في الوقت ده ان تكون الامارات العبريه خلاصه ولاد المجرمين اللي موجودين في المنطقه، خلاصه الاجرام. يعني انت عارف الاجرام لما تعصره كده ينزل في الامارات المجرمه دي. قد تكون المقاله دي دفعت بشكل كبير جدا من الامارات عشان تخلط الاوراق، وقد يكون الامريكان او الكيان دفع لتلك المقاله لخلط الاوراق. لكن اذا صحت تلك المقاله اللي بتقول فيها واشنطن بوست، هقول لحضرتك انه السعوديه كانت بتحث امريكا على ضرب ايران
بيقول لك ايه، تقرير خطير الصحيفه الامريكيه عن الدور السعودي في الالحاح على ترامب بالاتصالات الهاتفيه من ولي العهد وزياره شقيقه خالد بن سلمان لواشنطن لتحذير الاداره الامريكيه من مغبه التراجع عن ضرب ايران، والا ستخرج ايران من الازمه اقوى واخطر على امن المنطقه. الصحيفه اشارت ايضا الى الالحاح الاسرائيلي، لكن اوضحت ان الموقف السعودي مختلف لانه يتناقض مع تصريحاتها العلنيه بشان موقفها من قصف ايران. الدفع من السعوديين كان عنوان المقال الواشنطن بوست، الدفع من السعوديين واسرائيل ساعد في تحريك ترامب لمهاجمه ايران. حقيقه اذا صح ذلك التقرير، يعني من الغباء المحكم، الغباء المحكم، انا وصفت المنطقه دي اذا سقطت ايران، اذا سقط وتغير النظام في ايران، وده ملوش علاقه بشيعه او سنه، دي ليه علاقه ببرجماتيه واسعه جدا. النهارده تساقطت حكايه ان ايران واسرائيل كانوا بيلعبوا اللعبه، هؤلاء الكاذبين وكان معظمهم من الخليج حقيقه، اللي كانوا بيطنطنوا ان ايران واسرائيل نفس العدو. ايران في تقدير قطاعات كبيره جدا دوله مارقه، دوله اسلاميه مارقه، صح؟ دوله اسلاميه مارقه، الكيان زرع شيطاني اصلا مبدئيا يعني. سقطت حكايه ان الاثنين بيتبادلوا اللعب علينا، صح؟ سقطت بقوه شديده جدا، محدش بقى بينطقها دلوقتي، الاكذوبه دي استنفذت غرضها وانتهت. طيب تمام، انت النهارده الدوله المارقه دي وحقيقه وحزب الله والحوثيين والحشد اللي في العراق، الحكايه دي كانت بتناغش الكيان. شوف هقول لك ايه، بتناغش الكيان، بتناغش الكيان. فواقفه لك انت، لو انت دلوقتي روسيا هي اللي واقفه ضد اسرائيل بتناغش اسرائيل، مش ده هيبقى لمصلحتك؟ مش ده هيبقى لمصلحتك؟ لو اوكرانيا هي اللي بتعمل كده، لو دوله الفاتيكان نفسها هي اللي بتقف مضايقه اسرائيل او عامله حاجز بينك وبين اسرائيل، تبقى مصلحتك ولا مش مصلحتك؟ اهو الدور ده اعتبره كانت بتقوم بيه ايران. لما يختفي هذا الدور، لما يختفي هذا الدور وكأن السعوديه، انا بقول لك اذا صدق التقرير، بتقول للكيان هيت لك، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وساعتها تبقى زليخه اللي اتجوزها سيدنا يوسف عليه افضل الصلاه واتم السلام اشرف من اي حد بيطلب كده بكتير. هي اللي لما يتقال كده ده منتهى الغباء، الغباء السياسي. إذا كما رأينا كان هذا هو تحليل الأستاذ معتز مطر، وكان بذلك وصف لنا كل الأحداث التي ستمر في الأيام القادمة. نتمنى أن تمر أحداث بدون مشاكل كبيرة، ونتمنى الخير للجميع. المرجو الإخواني